السلام عليكم. اهلا بكم في حلقه جديده من قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفت. الضرايب نزلت الجزئيه الخاصه بالمواعيد النهائيه للتقديم على القوانين الحوافز الضريبيه اللي هي القوانين 5 و6 و7. بالنسبه لاول جزئيه معانا وهي الجزئيه الخاصه بالمنازعات الضريبيه، واللي اتقدمت لاخر ميعاد فيها لتقديم المنازعات الضريبيه من 1 يناير 2020، ده وفقا للقانون 5/2025 هيكون اخر ميعاد ل 12 مايو 2025. وبالنسبه لطلب المحاسبه الضريبيه وسداد الضريبه المستحقه عن التصرفات العقاريه او التصرف في الاوراق الماليه، بالنسبه ده للقانون رقم 5 سنه 2025 هيكون اخر ميعاد ليه هو في 12 اغسطس 2025. وبالنسبه لتقديم الاقرارات الضريبيه او المعدله اللي هي الأصلية أو المعدلة عن السنوات من 2020 حتى 2023 بالنسبة لضريبة الدخل، وبنأكد إن ضريبة الدخل لحد 2023 فقط، 24 مش داخل معانا. وبالنسبة ل 2020 حتى 2024 آخر ميعاد هيكون 12 أغسطس لسنة 2025. وبالنسبة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية عن أي فترات ضريبية اللي هو يكون وفقا للقانون اللي هو 160 لسنة 2024 هيكون 30 يونيو لسنة 2025. الجزئية الأخيرة معانا اللي هي الجزئية الخاصة بالاستفادة من أحكام القانون 6 لسنة 2025، ودي الخاصة بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات اللي لا يتجاوز أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وبتبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ التقديم الطلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب. مهم جدا ان انت تكون عارف الجزئيه الخاصه بالقانون 6 عشان تختار ما بين التسجيل في قانون 6 سنه 2025 او ان انت تفضل شغال على قانون 91 لسنه 2005. وهسيب لكم اسفل الفيديو اللينكات الخاصه بشرح كل القوانين رقم 5 و6 و7 والتعليمات التنفيذيه 17 سنه 2025، وكمان اي تعديلات تمت من قانون مصلحة الضرائب الخاصة بالحوافز الضريبية وأي منشورات تمت من خلال مصلحة الضرائب. بالنسبة للنسب الخاصة بالقانون 6 سريعا وهتشوفوها معاكم في الفيديو واحنا شغالين دلوقتي، بتبقى 4% لحد 500 ألف جنيه، ده من حجم الأعمال أو حجم المبيعات زي ما بنقول، بس هو الأساس والكلمة الصحيحة هي حجم الأعمال. 4% من حد 500 ألف جنيه، نص في المية من 500 ألف لحد 2 مليون جنيه، 75% من 2 مليون جنيه لحد 3 مليون جنيه، 1% من 3 مليون جنيه ل10 مليون جنيه، و1.5% من 10 مليون لحد 20 مليون جنيه. وإن شاء الله هنوفيكم أول بأول بكل حاجة بتنزل من مصلحة الضرائب. بس في النهاية متنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب لو دي أول مرة ليكم على القناة. السلام عليكم.